لو كنت فاكر ان اللي سمعته في الحلقه اللي فاتت كان غريب فخلي بالك، لان اللي جاي اغرب بكتير. في الحلقه اللي فاتت شفنا اول 5 اجهزه مخابرات في العالم من رقم 10 لحد رقم 6، وشفنا ازاي كل واحد فيهم بيلعب لعبته على طريقته. لكن بقى دلوقتي هنكمل الحكايه وندخل على الخمسه الاقوى، الخمسه الكبار، الخمسه اللي ماسكين خيوط اللعبه كلها من غير ما حد يشوف. كوبايه الشاي الجميله وخد نفس عميق. Let's go! رقم 5 المخابرات الألمانية. محدش يقدر يتكلم عن المخابرات الألمانية من غير ما يقول الله يمسيك بالخير يا هتلر، لأن لو كان لسه موجود كان زمان ألمانيا رقم 1 بدون نقاش. الجهاز ده بيشتغل في صمت، مفيش عنه معلومات كتير، بس اللي نعرفه كفاية إنه يخض. رئيس جهاز المخابرات الألماني بنفسه قال إن عندهم حوالي 6500 عميل حوالين العالم، بيبعتوا حوالي 5000 معلومة كل يوم، وبيتعمل منهم 450 تقرير بيتعرضوا على مسؤولين الدولة. انت متخيل؟ المانيا شغاله في كل اتجاه، من اول التجسس الصناعي لحد التخفي التام. يعني ممكن تلاقي جاسوس الماني ماشي جنبك في الشارع تفتكره سوداني او سايح او من اي مكان في العالم، ما تعرفش ان معاه اسرار بلدك كلها او ربنا. وبما ان المانيا دوله صناعيه كبيره فطبيعي انها تكون متفوقه في التجسس الصناعي، وخصوصا على الشركات الكبيره اللي بتنافسها زي الصين واليابان وامريكا. رقم 4 بقى المخابرات البريطانيه. تاريخ طويل من ايام الحرب العالميه الاولى والثانيه والحرب البارده والحروب اللي دخلتها بريطانيا علشان تحافظ على مستعمراتها. الجهاز ده ما شاء الله خبرة، بس مش في جمع المعلومات، لكن كمان في الحرب النفسية والدعاية السوداء. في الحرب العالمية الثانية الألمان كانوا بيصنعوا محطة راديو اسمها GSS، وبيفتكروا إنهم ناس منشقين عن الحزب النازي، وكانوا بيشتموا في هتلر. ولكن بعد سنين اكتشفوا إن المحطة دي كانت من صنع المخابرات البريطانية. ولحد النهاردة بريطانيا لسه بتلعب نفس اللعبة، بتمول ناس يهاجموا كأنهم وطنيين وهم في الحقيقة عملاء. ده غير إنهم بيركزوا على التجسس التكنولوجي والصناعي، وبالذات على الصين وروسيا. واللي اكد ده ريتشارد مور رئيس الجهاز بنفسه، وقال ان اولويتهم دلوقتي هي مواجهه الصين وبعدها روسيا ثم ايران والارهاب الدولي. رقم 3 المخابرات الروسيه. ناس كتير ما تعرفش ان اسمها دلوقتي FSB مش KGB زي زمان ايام الاتحاد السوفيتي، بس برضه هي الوريث الشرعي لاكبر جهاز مخابرات في التاريخ. يكفي انهم قدروا يسرقوا سر القنبله الذريه من امريكا، واللي عمل توازن في القوى العالميه. في الحرب البارده كانوا عاملين زي الضرايب، كل واحده تعمل حاجه الثانيه تقلد، دي تطلع صاروخ الثانيه تطلع برنامج فضائي، زي 2 ستات بتغير من بعض بالظبط، والكوكب هو اللي بيحاسب على المشاريع. بس الخطير في الجهاز ده انه بيشتغل ضد 30 جهاز مخابرات متحالفين في نفس الوقت، وبرغم كده يقدر يصمد وينور. وعنده جيش جواسيس متوزعين على اوروبا وامريكا نفسها. وتقارير المخابرات الامريكيه بتقول ان السفارات والقنصليات الروسيه كلها عباره عن مراكز تجسس متحركه. في 2015 كل كمبيوترات البيت الابيض اتهكرت، والهجوم اتقال عليه انه الاكثر تطورا في التاريخ. مين وراه؟ ايوه زي ما جه في دماغك، هي روسيا. غير كده لهم نفوذ واسع في السودان وجنوب افريقيا وامريكا اللاتينيه واوروبا نفسها. يعني باختصار روسيا مش بس بتتجسس، روسيا ما شاء الله محزمه العالم كله بالصلاه على النبي. رقم 2 المخابرات الصينيه. الصين مش بس عندها طوفان جواسيس مغرق الكوكب، لا دي متفوقه جدا في الذكاء الاصطناعي، وطبعا كلنا عارفين، وده اللي خلى حتى خوارزميات تيك توك تحير العالم كله حتى امريكا. كل نقطه قوه عندهم مبنيه على حاجتين، التكنولوجيا وطبعا الطوفان البشري المنتشر في كل حته في العالم. لا وكمان بيوصلوا لمناصب قياديه وبيعيشوا في وسط الناس في البلاد اللي بيتجسسوا عليها من غير ما حد يشك فيهم. والتجسس ده مش عسكري بس، لا الصناعه عندهم اهم. امريكا بتقول انها بتخسر حوالي 380 مليار دولار سنويا من سرقه الافكار والتصاميم. اي فكره تطلع من امريكا تاني يوم تبقى في الصين، لا وارخص كمان ومغرقه السوق. يا راجل دي ضيعت على امريكا 2 مليون وظيفه. الصين مش رقم 2، لا والله دي تستاهل رقم 1، بس الفرق انهم مش بيعملوا بروباجندا لنفسهم زي غيرهم. نيجي بقى الرقم 1 CIA. لو في حد بيحط مناخيره في كل حته في العالم يبقى الجهاز بيتجسس على الكل وبيطور ادواته باستمرار. من الستينات وهم عايزين يخترقوا المشروع النووي الصيني بس مش قادرين. اخترعوا طياره بدون طيار وفضلوا يطوروها لحد ما بقت الدرون اللي احنا نعرفها دلوقتي. ده حتى هيلاري كلينتون نفسها قالت في كتابها ان المخابرات الامريكيه بتحط اجهزه تجسس في كل فنادق العالم، وممكن تكون كاميرا بحجم الزرار. وكمان قالت انها لازم تغطي نفسها بملايه وهي بتقرا اي ورقه مهم. CIA هو الجهاز الوحيد اللي قدر يجند رؤساء دول ويدير انقلابات ويختار الرؤساء. هم مش بس بيتجسسوا، لا ده كمان بيصنعوا الاحداث وبيحركوا السياسه العالميه زي ما بيحبوا. ولو في حته في العالم حصل فيها انقلاب او ثوره او حرب اكيد هتلاقي CIA هناك. اللي شفناه النهارده ما هوش مجرد ترتيب، دي خريطه للقوه اللي بتحرك العالم من ورا الكواليس. ويمكن الاجهزه دي بتتصارع وبتتجسس على بعض وبتحرك شعوب من غير ما حد يحس، بس في النهايه كل جهاز فيهم بيمثل مصلحه بلده، سواء بالحق او بالباطل، سواء بالصح او بالغلط. بس السؤال الحقيقي اللي لازم تساله لنفسك، احنا فين من كل ده؟ وفي النهايه لازم تفهم ان ورا كل خبر في الجرايد، كل عمليه مخابراتيه، وورا كل هدوء في عيون بتراقب. واللي بينسحب من اللعبه بيتلغي من الخريطه. اشترك في القناه وفعل الجرس علشان الحكايات اللي جايه اقوى بكتير. السلام عليكم.